أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوينا. النهاردة حكايتنا عن سعادة البيوت اللي بتنورها ضحكة بنت، وعن رزق ساعات بنرفضه بإيدينا وهو شايل لينا نصيب من الجنة. النهاردة في حكاوينا هنتكلم عن خلفة البنات، وعن عقدة الولد اللي لسه معششة في عقول البعض، والفرق بين اللي استنى السند في ولد فخسر، وبين اللي ربنا رزقه ببنت فكانت هي الوتد الحقيقي. خلوني احكي لكم عن عم ابراهيم. عم ابراهيم راجل كان حلمه الوحيد الولد اللي يشيل اسمه ويسنده في كبره. خلف 5 بنات، وكان كل مرة بيستقبل البنت بوش مكشر كأنها هم تقيل على قلبه، لحد ما ربنا رزقه بياسين. ياسين كبر وهو سيد البيت، طلباته مجابة وكل الدلع والاهتمام ليه هو وبس. أما البنات فكانوا مجرد خدامين في مملكته. دارت الأيام وعجز عم إبراهيم، وياسين اللي كان مستني منه السند طلع أناني مش شايف غير نفسه. ساب أبوه في مرضه عشان هو يشوف حياته، وللأسف ما سألش فيه. والوحيدين اللي شالوا عم إبراهيم في مرضه ولفوا بيه على الدكاترة كانوا البنات ال5 اللي كان شايفهم حمل، بقى هما العكاز اللي ما بيملش والكتف اللي ما بيشتكيش. ليه لسه في ناس بتشوف البنت على إنها كسرة والولد نصرة، مع إن الواقع بيقول إن الحنية والتربية هما اللي بيصنعوا السند الحقيقي. البنت اللي بتتربى في بيت بيحترمها ويدعمها بتطلع ب100 راجل وقت الشدة، وهي اللي بتشيل البيت، وهي اللي بتطبطب، وهي كمان اللي بتشيل هم أهلها في الكبر. الولد مش بالضرورة يكون السند لو مترباش على عطاء، والبنت مش هم ولا عورة، دول المؤنسات الغاليات زي ما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. البنت بتفضل فاتحة بيت أبوها بقلبها ودعاها حتى بعد الجواز. رسالة لكل أب وأم، قبل ما تزعل إن ربنا رزقك ببنت، وقبل ما تفتخر بالزيادة إن جالك ولد، افتكر إن الرزق تدبير إلهي وفي حكمة أكبر من فهمنا. البنت أمانة وحنيتك عليها طريقك للجنة، أما القسوة والجفاء فهم أول مسمار في نعش راحتك النفسية. الرجولة مواقف مش شهادة ميلاد، والبنت اللي عندها أصل وتربية وقيم ممكن تبقى الحيطة اللي تسند عيلة كاملة لما تلاقي سند. في حكاوينا النهاردة حبينا نقول لكل أب عنده بنت: انت عندك نعمة وجوهرة حقيقية، حافظ عليها عشان ممكن تكون هي النور اللي يهون عليك عتمة الأيام الجاية. اعدلوا بين ولادكم واعرفوا إن السند الحقيقي هو الأصل الطيب، مش مجرد ولد أو بنت. شاركونا حكاياتكم، وهل شفتوا بنت كانت فعلا هي اللي ب100 راجل وشالت أهلها وقت الشدة؟ وإيه الرسالة اللي تحبوا توصلوها لكل أب ربنا رزقه ببنات؟ استنونا في حلقة جديدة من حكاوينا.